السلام عليكم. أبرز خطوة تساعد في نجاح أي شجرة مثمرة هو بداية تقليم الشجرة، وخاصة تقليم التربية لتكوين الشجرة على هيكل معين، وخاصة الأشجار المثمرة يجب أن تكون على ساق واحدة. يجب أن نقوم بتكوين الشجرة على ساق واحدة، ساق رئيسية تحمل الشجرة وتحمل الثمار. لذلك إن وجدت شجرة مليئة بالأغصان في الأسفل يجب أن تقوم بتنظيفها. يجب أن يكون هناك ساق رئيسي خالي من الأغصان والنموات والسرطانات المائية بحوالي من 70 إلى 80 سنتيمتر. هذا الغصن الرئيسي يساعد الشجرة على حمل الأغصان والثمار، وأيضا يساعد الفلاح على تحويض الشجرة وأيضا تسميدها. لذلك إن وجدت أي فروع في الشجرة من الأسفل في السنة الأولى أو السنة الثانية فقم بإزالتها. ودائما نقوم بتقليم التربية في السنوات الأولى، خاصة ثلاث سنوات الأولى نقوم بتقليمها تقليم تربية بإزالة دائما السرطانات والأغصان المتشابكة والأغصان التي متدلية للأسفل التي تكون ملامسة إلى سطح التربة، والأغصان التي تنمو بشكل عمودي مباشرة. ويجب أن نقوم بتربية الشجرة على ساق واحد. بعد أن يصل طول الشجرة إلى حوالي 80 سنتيمتر أو 100 أو متر نقوم بتوقيف الساق الرئيسية، نقوم بتوقيفها قص القمة النامية في الأعلى حتى تبدأ بالتفرع على 3 فروع أو 4 فروع تكون متقابلة أو متوازنة. بعد ذلك يبدأ الشجرة بتكوين هيكل الشجرة وتكوين الهيكل الرئيسي للشجرة، التي تبدأ إن شاء الله تصبح بعد سنوات شجرة كبيرة. لذلك متابعين الأوفياء، إن كانت لديك أشجار فقم بتربيتها على ساق واحدة، لأن التربية الشجرة على ساق واحدة يجعل الشجرة تكون مقاومة للرياح ومقاومة للتغيرات المناخية، وأيضا تكون مقاومة لانكسار الأغصان، خاصة عندما تكون مليئة بالثمار. لذلك متابعين الأوفياء، من أبرز نجاح الخطوات التي تساعدك في نجاح الشجرة هي التقليم. نقوم بتكثيف التقليم في السنوات الأولى. أرجو منكم متابعين الأوفياء أن تكون هذه المعلومة مفيدة، وخاصة في أشجار الليمون. فكما تشاهدون في هذا الفيديو قمنا بتقليم الشجرة وتركناها على غصن واحد كما في الصورة. هذه الشجرة إن شاء الله ستكون شجرة كبيرة بعد حوالي سنة أو سنتين، لأن قمنا بتنظيفها وتقليمها وتركناها على غصن واحد. هذا الغصن إن شاء الله سنقوم بإيقافه بعد أن يبدأ بالنمو، نقوم بإيقافه في الأعلى حتى يبدأ بالتفرع إلى أغصان أخرى. أرجو منكم متابعين الأوفياء، إن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة كدعم منا حتى نستمر في نشر المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.